السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي. ومش هقول ممنوع، هقول لا. لا أقول لا إيه؟ أنا عايز أنفجر فيهم بجد، أقسم بالله قسما بالله. دول المفروض يروحوا جهنم. جهنم. يعني إيه؟ نولع فيهم كده بجاز، وتعرفين الجاز إيه؟ المفروض يعني طول عمرنا عارفين الفنانه العظيمه الفنانه القديره. لما كلمتكم في اول لما بدات القناه، وقلت لكم ان في جهاز كبير مخابراتي، آه، كان كان ايه اللي على كيفه بيمشيه، واللي مش على كيفه بيقول له لا. هنا في الفيلم ده ليلى فوزي. انا قلت ليلى فوزي وهي صغيره كده ما اتشهرتش الا فيلم واحد بس، اللي هو بتاع مع محمد فوزي، وهو بيغني لها وبتاع، والريس مش عارف ايه، حسب الله ومش حسب الله، صح؟ ده طلع عامل افلام قمه في الجمال. الفيلم اللي احنا شايفينه ده على فكره اتمثل في الاول في اسطنبول، وبقيته في مصر. فعلا يعني في الاوقات دي بقى اه الراجل الكبير مات، فاللي هو بقى ايه، ولاده واخواته واخواته، كل الحاشيه بتاعته قاعده منتظرين ياخدوا الايه الورث بتاعهم. هيفاجئ ان هو كتب كل حاجه منين باسم مراته. هي هتقابل له هتقابل مكانها، ليلى فوزي هتقابل مكانها عروسه شمع، وتحطها في السرير وتمشي. هما بقى يتفقوا مع بعض الايه، الجماعه الورثه دول، انهم يخلوها ايه، يحبوا نفس قصه فيلم فريد شوقي وانور وجدي، لما كان برضه كان معاهم اتنين فنانات برضه، وكان إيه، دي هتقول الخدامه هتبقى هي الست، والست هتبقى الخدامه، هيبدلوا الادوار مع بعض. هي دي نفس القصه، وفي الاخر خالص هيتجوزوا. انا بتكلم النهارده مش عايز احكي عن الفيلم، انا عايز احكي عن ليلى فوزي، لان ليلى فوزي دي ملكة جمال، يعني ملكة جمال الكون، انا بسميها كده والله، ملكة جمال الكون في عصرها. وللان يعني انا يعني تقول لي هي ولا مريم فخر الدين؟ لا، هي احلى طبعا. كل الافلام دي كانت بتتعمل لصالح ناس تانية. لما يمنعوا فيلم زي ده من العرض، يبقى بسبب ليه؟ حد يقول لي ليه كده والنبي؟ ليه الفيلم ده اتمنع من العرض؟ هو كان لازم كله جنس جنس جنس، الاخ اللي كان ماسك المخابرات، واللي كان ماسك مش عارف ايه، يعني ما ينفعش يا جماعه والله. يعني ده قضى على جيل كامل. طب حتى الجيل اللي بعد، يعني الراجل اللي جه بعديه مش ينظف، يعني يشيل الوساخه اللي بتاعت الوسخ اللي مشي، وساب وساخه وساخه وراه، كل واحد يشيلها. لا، ده كانوا بيكوموا. وانا عايز اعرف مين اللي بدر الموضوع ده ولا كانه بيبدو بملح في كميه افلام كتير جدا جدا جدا. يعني انا هتجنن منها والله. أبقى عندي 51 سنه وابص الاقي كل يوم اشوف فيلم جديد، اول ما هو اشوفه ايه ده، ايه وفي ايه، وكانوا معذبيننا ومطلعين اللي خلفونا، واحنا ايه نتفرج على اسماعيل ياسين في الاسطول، اسماعيل ياسين في الموسيقى الحربي. ايه يا جدعان، ده انتوا زلتونا في شباب، في الفتره بتاعت الشباب دي، بنقعد الافلام. ده احنا كنا بنقعد مثلا يوم الاحد عشان خاطر ابي في برنامج الساعه 10 وفيلم الساعه 2 ومش عارف ايه، واخترنا لك يوم الاربع. يا جماعه في ايه؟ كان المفروض نشوف الافلام دي. الافلام دي اتمنعت ليه؟ ومتصوره بتقنيه جميله جدا، وبنظافه وبحرفيه جميله جدا 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 جدا. الله، مش معقوله بقى. يعني ما تقوليش ان مثلا ما هي زي فوزي بستلته وحسبت الدنيا دي كلها وخدت الفيلم ده، لا طبعا. ده هو واحد ايه، ايده بطشه، خدها هنا اهو. مين ده اللي اداها؟ مين اقوى سأل واحد قبل كده بيقول له ايه، من الاقوى، الرئيس او المخابرات؟ قال له المخابرات. انا سمعتها كده والله. اسمه الايه، في ايام عبد الناصر، قال له ده احنا بنسجل لرئيس. ده كلام. ايه يا جدعان؟ لا، كل واحد يعرف حدوده بقى، وكل واحد ينظف اللي حواليه. مش كل واحد يجي يسيب زباله وراه، يجي اللي بعديه يقول له ماليش دعوه بزباله غيري، يزبل هو عليها كمان.
ايه يا جماعه ده؟ يعني الافلام دي اتمنعت ليه؟ يقول لك الفنانه العظيمه ليلى فوزي عشان فيلم بتاع حميدو ده، ولا اسمه ايه، مع اخوها، محمد فوزي. ده هي قصه كده وخلاص يعني؟ لا طبعا، لا. ده اكيد خدت اعمال كتير جدا، زي بالظبط مريم فخر الدين. لما قلت لكم ان مريم فخر الدين ما ظهرتش بالاسلوب بتاعها وهي صغيره كده، قابلها عبد الحليم وتعالي مثلي وعاملي ايه وايه، والشعر الحرير وعلى الخدود يهفهف، لا. لا يا باشا، ده مريم فخر الدين جايباها من اول السلم، من على الطرقه، من على الطرقه، الطرقه تحت. ها، مثلت عيله صغيره وعيله صغيره وعيله صغيره لغايه لما كبرت وبقت نجمه. لكن واحده زي ليلى فوزي دي اتمسحت خالص. يبقى انا عن نفسي واحد من الناس، واحد استنتجت ان هي ايه، قمه الشرف وقمه النزاهه ليلى فوزي. يعني فعلا قدرت تقف. هما كان زمان يقول لك ايه، الوحيده اللي وقفت قدام الراجل بتاع الحريم ده بتاع النسوان والكلام من ده، كانت فاتن حمامه، هربت بعد فيلم ايه مش عارف إيه، مع عمر الشريف. لا انا، لا، ليلى فوزي. ومريم فخر الدين، مريم فخر الدين ايه، لا، مريم فخر الدين خابت لما كبرت، بجد والله. لكن الاعدام، في الفيلم اصوات جميله جدا جدا جدا، ويعني حاجه، والله حاجات جميله يعني. انا مش عارف، والله انا مش عارف ليه عملوا في الناس دي كده، بجد والله. استعراض وغنى ورقص وجمال، جمال اللي هو طبعا جمال، جمال، قول جمال، جمال دي بقى بالتنايم كده. ليلى فوزي، مين هي ليلى فوزي؟ جميلة الجميلات. أنا فيوجينيا جميلة الجميلات، هي فعلا فيوجينيا والله. ولا عشان واتجوزت ايه ده، اول زيجه لها كانت من واحد قد صاحب ابوها، اللي هو بيمثل الغراب يوقع سودا، جوزوه احلى يمامه. تخيلوا، تخيل ده ينام جنب دي، مش ممكن. ده يلحوسها ده مش ممكن يا جدعان والله. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت سعيد معاكم فعلا، وارجو ان تنال اعجابكم. واحدة واحدة بنطلع أهدافنا قدامكم وتشوفوها، وأنا تحت أمركم في أي حاجة أو أي شيء يلزمكم، يلزم حضراتكم في مشواركم الفني. شوفوا المنظر ده، المنظر ده قوي جدا 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 يا جماعة، بتبني نفسها. اتصور ازاي ده، اتصور ازاي ده. احنا كنا سابقين الدنيا كلها، العالم كلها بعد، لكن دلوقتي العالم كلها سبقتنا وركبتنا كمان. والله العظيم ده احنا تركبنا. ليه ما تعرفش؟ ليه ما تعرفش؟ كنا سابقين في كل حاجة، كل حاجة كنا سابقين فيها، لكن للأسف الشديد. السلام عليكم.